مين منا محلمش في يوم انه يركب عربية بتطير؟ الحلم ده خلاص قرب يبقى حقيقة، عربية جديدة بتطير وبتمشي على الأرض هتغير شكل المواصلات في العالم، والأغرب إن الناس بتتسابق عشان تشتريها رغم إن سعرها بيوصل ل 300 ألف دولار. لو عايز تعرف العربية دي بتشتغل إزاي كمل الفيديو للآخر. عالم التكنولوجيا خلاص دخل مرحلة جديدة من أول عربية بتطير في وادي السيليكون، واللي سببت هيصة كبيرة جدا بين الناس اللي بتحب كل جديد وغريب. الشركة اللي ورا الابتكار ده اسمها إليف، ووقعت اتفاقات مع مطارات هولستر وهاف مون باي عشان تبدأ تشغيل المركبة الكهربائية بالكامل، واللي بتجمع بين السواقة على الأرض والإقلاع العمودي زي الطيارات. الموضوع مش بس فكرة خيالية، ده كمان سعرها فلكي جدا، حوالي 300 ألف دولار، يعني أكتر من 17 مليون. الرقم ده بيوري قد إيه الشركة حاطة نفسها على مستوى عالي من التكنولوجيا، وبتحاول تقدم تجربة قيادة مختلفة تماما عن أي حاجة اتعملت قبل كده. أهم حاجة بالنسبة لهم هي السلامة والطاقة النظيفة، وكمان إنك تحس بإحساس جديد تماما في القيادة والطيران في نفس الوقت. الشركة قبل كده نزلت فيديو صغير للنسخة الخفيفة جدا من موديل A، وورت فيه العربيات وهي بتقفز فوق عربية تانية، واللي خلى الناس كلها تبص على المستقبل ده بعين مختلفة. التجارب العملية هتبدأ قريب في مطار وادي السيليكون، وهتختبر الشركة ازاي العربية الطايرة ممكن تندمج مع حركة الطيران التقليدية وتشارك المجال الجوي مع الطيارات التانية. الشركة متأكدة ان المطارات دي ممكن تتحول في المستقبل لقاعدة رئيسية لأساطيل العربيات الطايرة. الميزة الكبيرة في العربية دي انها مش مجرد عربية، هي مركبة متعددة الاستخدامات، يعني ممكن تمشي بيها على الطرق العادية وتطير عمودي زي الطيارة، وتطير لقدام وتعمل مناورات جوية، وتهبط عمودي كمان. كل ده في مركبة واحدة بس، وده اللي بيخلي الناس متحمسة جدا للتجربة دي. تصنيف العربية كخفيفة الوزن خلاها مش محتاجة تراخيص معقدة، لكن في شوية قواعد لازم تتبعها، زي انها تقدر تطير بس في النهار، وممنوع تطير فوق المدن او المناطق المزدحمه بالسكان. وبالنسبه للمواصفات، العربيه كهربائيه بالكامل، ومدى القياده على الارض حوالي 200 ميل، ومدى الطيران حوالي 110 اميال. وكمان كفاءه الطاقه فيها ممتازه، بتستهلك كهرباء اقل من سياره تسلا في الرحله الواحده، وده عامل جذب كبير جدا لكل المهتمين بالطاقه النظيفه. من سنه 2022 بعد ما إليف كشفت عن النموذج الاولي لموديل A، حصل انتشار واسع على مواقع التواصل، والناس كلها بدأت تتكلم عن العربية الطايرة اللي ممكن تغير شكل النقل كله. جيم ديكافني الرئيس التنفيذي للشركة قال إنهم في الأساس شركة عربيات، لكن الاختلاف إنهم دمجوا البنية التحتية للعربيات مع عالم الطيران والملاحة الجوية، وده اللي بيخلي الابتكار ده مختلف عن أي حاجة قبل كده. البيئة في المطارات هتكون مثالية لتجربة التكنولوجيا دي، مع أنظمة سلامة متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهتكون شبيهة بأنظمة العربيات ذاتية القيادة، بيكون في مستوى أمان عالي جدا للمستخدمين. وحسب موقع البيان، لحد دلوقتي الشركة استلمت أكتر من 3300 طلب مسبق للعربية الطايرة، واللي سعرها المتوقع حوالي 300 ألف دولار. والناس ممكن تقدم طلب على موقع الشركة وتدفع 150 دولار بس، أو 1500 دولار عشان تحجز مكان في قائمة الأولوية. شراكة إليف مع المطارات دي خطوة مهمة جدا، خصوصا إن النظام الجديد هيوفر هدوء أثناء الطيران، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وكمان صديق للبيئة. المتابعين بيقولوا إن ده ممكن يفتح الطريق قدام انتشار العربيات الطايرة بشكل أوسع، وبالتالي الطريقة للبشر هيتنقلوا بيها في العقود الجاية ممكن تتغير بشكل جذري. اللي يزود الحماس أكتر هو إن التكنولوجيا دي مش مجرد حلم، لكن فعليا على وشك إنها تتحول لواقع قريب، واللي هيخلي الناس يبدأوا يفكروا في حياتهم اليومية بطريقة مختلفة تماما. يعني ممكن دلوقتي تصور نفسك بتسافر من بيتك للشغل أو أي مكان بعيد، مش هتحتاج تقف في الزحمة ولا تدور على مكان لركنة العربية، هتطير من البيت وتوصل بسرعة، وكل ده بالطاقة الكهربائية النظيفة. في النهاية أول عربية طايرة كهربائية في وادي السيليكون مش بس ابتكار جديد، ده بتشكل نظرة مستقبلية مختلفة تماما للنقل والمواصلات، وبتخلي الناس كلها مستنية بفارغ الصبر التجربة دي، خصوصا اللي بيحبوا التكنولوجيا والمستقبل.